السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو انت مش مشتركة. بجد 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 والله وحشتوني جدا جدا. بصوا، فوق ما تتخيلوا بجد. يعني بقالي يجي شهر دلوقتي ما نزلتش فيديو معاكم. وحشتوني بجد والله. انتوا احلى ناس، انتوا احلى عيلة بجد، انتوا جزء في حياتي والله العظيم. بس الظروف بقى، الظروف بتحكم على البني ادم ساعات ما تقدريش بس تعملي اي حاجه، يعني اللي هو خلاص شغل بيتك وشكرا على كده. فبجد انتوا وحشتوني بجد. رجعت لكم بقى كده وان شاء الله باذن الله ربنا ما يقطعنا يا رب من بعضنا كده يا رب. رجعت لكم بقى كده بفيديو بروتين كده نشجع بعضنا. شغلت الغسالة اللهلوبة الجميلة العسولة اللي بعشقها 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 جدا جدا. بتنظف كمية غسيل وبتغسل معاك كمية غسيل وبتوفر مسحوق. بصوا، مهما اشكر فيها يعني الناس اللي عندهم الغسالة دي هم اللي هيفهموني، غير كده حاسة ان انا هشكر فيها كده وخلاص. لا، جميلة جميلة جدا. طبعا بتحط الابيض الاول، بعد كده حطيت حاطه الالوان وايه، والحمد لله. دخلت كده على اوضه نومي، قلت ايه اديها تنفيضه محترمه كده، وقعدت بقى كده ايه بفوطه وقماشه وعلى الحيطان وكله كله. وانا ايه ساعات بمسك اوضتين، ساعات بمسك هما الشقه كلها اوضتين وصاله ومطبخ. بس ايه لما تشتغلي بقى بتنظيف عميق كده يعني بتتعبي، بتبقى اخرك اوضه وشكرا على كده. بص بقى، انا هنا بلمع الاوضه عندي بالجاز. اللي متابع فيديوهاتي بيعرف ان انا بلمع الاوضه بتاعتي بالجاز. الصراحه الجاز ده مش قادره اقول لكم. بص انا ماسكه حته سفنجه كده حلوة، حطها بس نقطتين جاز كده وبلمع بيها. تحفة تحفة تحفة. وعلى فكرة ريحة الجاز يا جماعة ما بتقعدش، عشان الناس اللي يقولك جاز ومش الجاز، لا، افتحي الشباك هويها. بصوا والله نص ساعة كده وهتلاقوا الريحة خلاص راحت كده ومفيش اي حاجة. تمام تمام. بس الصراحة بتدي نتيجة. الجاز ده للتلميع الخشب، هو النجار اللي قال لي، على فكرة النجار قال لي عايزة تلمعي الخشب لمعيه بالجاز. فاديني بقى، بصوا انتوا هتشوفوا الفرق. بصوا اللمعة، بصوا والله العظيم جميل. وبتقعدي عليها فترة انك انتي اصلا ما بتلمعيش تاني، يعني بتبقى كده تنفضي كده بفوطة كده اللي هو التراب دوت وخلاص، يبقى انت كده اصلا ايه ملمعة. تمام تمام. اللي وصل معايا بقى لحد هنا كده يحط لي لايك بالله عليكم عشان نرفع الفيديو كده والقناة تترفع ان شاء الله كده، ونبقى احلى عيلة واحلى اصحاب واحلى ناس. ربنا يخليكم لي يا رب. عاملين ايه بقى في جو الشتا ده؟ بصوا معايا ابني. الجو اليومين دول تلج 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 بجد، يعني مش عارفه اقول لكم ايه يعني. بس يلا الحمد لله. الناس اللي بتحب الشتاء بقى هيصوا بقى. مع ان احنا الشتاء هنا عندنا في اسوان يعني بيبقى الشمس طالعه والدنيا بتبقى حلوه وكده. بس اليومين دول جو برد برد الصراحه. انا بكلمك وانا متكتكه والله. وفي اسوان كتر خير بقى الناس اللي في بحري الصراحه. بص بقى، انا خلصت الاوضه كده وقلت بالمره بقى اديها مسحه حلوه كده. انا بمسح بميه وكلور. لو عندي بقى اي معطر بحطه لو عندي، بس انا بستكفي اصلا عامه بالكلور، ميه وكلور وزي الفل. حته برسيل جل كده، اي حاجه بقى الموجوده عندك، مش موجود خلاص يبقى الميه وكلور. بص بقى، انا كنت هنا نفضتها كده وخليتها زي العسل. بس مش عارفة انا المقطع ده اصلا اتلخبط معايا انا. بص معايا كده حاجة فظيعة في المقاطع دي. ده بيتحط عن ده وده بيتشال عن ده. الله يعيننا يا رب. المهم مسحت كده. بص بقى، شايفين النظافة، النظافة وريحة النظافة وريحة. بجد والله الواحد بيرتاح نفسيا اما يلاقي. انا هنا بصوا، انا اصلا عامله ستاره ورا البتاع ده، ورا التكييف، بس لسه محطتهاش. بصوا النظافه بتشميها كده، بتشميها. فرشت بقى المفرش الجميل ده الملاية، ورحت حطيت الدفاية كده، وحطيت بطانية ابني الصغير. بس
وهنا مسحت برضو المطرح المفاتيح. بص اي حاجة تشوفها في طريقي بعملها. وفرشت بقى كده السجاد ده، كنت غسلاه وفرشته. وان شاء الله الفيديو الجاي هفرش لكم بقى ايه، مفرش برضو الستاير ومش عارفه ايه واللحاف وكده يعني. لازم ندفي كده في الشتاء ايه، تخلي الدنيا دفى كده عشان خاطر الاطفال ما يبردوش. واهم حاجه تفتحي يا جماعه برد مش برد، تفتحي فتحوا الشبابيك كده، خلي الشمس تخش، مفيش شمس خلي الهواء يخش. غير الجو كده، غير الجو الهواء دوت، النفس دوت يطلع وجدد الهواء عشان خاطر الأوضة تبقى ريحتها حلوة. وما لو عيل تعبان النفس يطلع بره يتجدد الهواء ما يعياش اخواته. انا سبحان الله انا عيل يتعب تلاقي البيت كله تعب. فبجد ربنا يعني يا رب. ايام الشتاء ديت صعب معظم الاطفال بتبقى تعبانه جدا في ايام الشتاء. شايفين تسريحتي المتواضعه، كله متواضع في متواضع يا عم، احنا ناس متواضعه جدا 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 يعني. بصوا الحمد لله الحمد لله، احسن من غيرنا بكتير يعني. دايما الواحد يقول الحمد لله، حتى لو على اقل حاجه تقولي الحمد لله يا رب. اللهم انت السلام ومنك السلام. بس بقى عايزه بقى بجد بجد بقى لايك للفيديو ده عشان تعبت فيه جدا جدا. ما يغركمش التصوير كده على المشي بقى ومش عارفه ايه والجو ده، لا لا انا طلع عيني طلع عيني بجد بجد يعني في الفيديو ده. التصوير مش جايب لكم الحقيقه كلها. التصوير بيجيب لكم كده على الماشي ويلا هوب هوب. بس الحاجه الاوضه بتاخدي فيها ساعه وساعتين والله واكتر كمان، بالذات لو معاكي عيل صغير. بتقومي وتروحي وترضعي وترجعي وتغيري وتاكلي يعني مش بيبقى مستمره في مكان. فالله يعيننا يا رب وربنا يحفظهم لي يا رب. هنا دخلت على اوضه الاطفال برضو بوريها لكم كده، انا خلصتها يعني. بص برضو دخلت عليها كنت ايه، الفيديو اللي قبل ده انا برضو اوضه الاطفال دي كنت مسحها بالجاز، دخلت عليها برضو اديت لها مسحه كده و هي نظيفة. فوريتها لكم بالمرة كده وخدتها معاكم جولة ودخلت طلعت. بص الدنيا مظلمة، طلعت كده على الصالة. مش عارفة هنا الفلاش ما كانش مولع معايا. بص افتكرت رحت ولعته. والدنيا زي الفل وروقته ومسحت وبقت الحاجة قشطة قشطة قشطة. بجد ربنا يعيننا الايام ديت. المشاهدات ضعيفة كل حاجة. بصوا المشاهدات ضعيفة، الدولارات بقت تنزل، بقت سنتات، بقينا دخلنا في سنتات سيبنا دولار مش عارفة انا بس كده ولا الناس كلها كده. بصوا بقى ربنا يعيننا بجد بجد على الغلا اللي احنا فيه. انا جبت وريتلكم كده الفيديو، جبت مكرونات وكده، بس مش عارفه بقيه المقطع راح فين. انا مش عارفه، بحس الفيديوهات بتتوه مني. المهم الجو ده كان عايز ايه بقى، كان عندي شويه شعريه كده، قلنا نعمل شويه شعريه كده ندفي بيها. ده كان بالليل، قلنا نعمل كده شويه شعريه. الشعريه دي احنا بنعملها في البيت يا جماعه، ما بنشتريهاش جاهزه. احنا هنا الاسواليه بقى، بص ما اقولكمش بنعمل احلى شعريه طول ما عندك المكنه في البيت والدقيق في البيت والله تاكل احلى شعريه. ما بحبش اشتريها من بره. وفي ناس بيعملوا الشعريه اللي هي الاكياس ديت، لا ما بحبهاش خالص. مش عارفه مش بحبها من الشعريه اللي هي الناس بيحطوها في الرز دي. لا دي شعريه احنا عاملينها عموله باذن الله كده. لما نروح البلد بقى كده باذن الله نعملها وهوريكم الفيديو وهصور لكم وهوريكم. بصوا اجمل فيديوهات. انا باذن الله كده هخلص امتحانات بنتي وعيالي كده، وهنزل على البلد وهصور لكم شويه فيديوهات بقى في الدفا بقى. تابعوني بس بالاخر وشجعوني بالله عليكم، لان انا محبطه 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 خلاص. انا بس بقرر ان انا والله اقفل القناه، والله بقرر ان انا اسيب القناه واشوف. مش عارفه، حاسه مش جايبه همها بجد يعني. تعبانه فيها وبكسل وكده، وفيها كسل رهيب يعني. المشاهدات تعباني، مش مدياني مش مخلياني ان انا ايه اتشجع واقوم اعمل بقى واشتغل وكده. بجد شجعوني شجعوني وادعوا لي كده يا رب قناتي كده. نفسي اشوف قناتي شويه يعني، ها اهو تتحرك شويه. بجد ربنا يعيننا يا رب، ربنا يعيننا. انا عارفه ان كله بيمر بأزمات الغلا وأزمات كل حاجة والله. ربنا الواحد مش عارف هيلاقيها من فين ولا فين. الحمد لله، دايما نقول الحمد لله على أي حاجة، نقول الحمد لله.
طبعا ايه، احنا لازم نوفر بقى في اي حاجة، نخش على التوفير في اي حاجة. بصوا انا كل شهر بجد ولا مش شهر، انا يعني الخلطة دي بتقعد معايا يجي شهرين 3. تتخيلوا؟ بجيب 3 اكياس اوكسي اللي هو ابو 15 دوت، بريحة نسيم الشرق اللافندر، بس اللي هو اقوى ريحة جميلة نسيم الشرق تحفة. ابو 15 ده حلو. بص نسيم اللافندر ده، انا جوزي راح جاب لي نسيم اللافندر، قلت له عايزه نسيم الشرق ما لقاهاش، فبخلطهم كده وبجيب بقى هم دول 3. ده نسيم الشرق جميل قوي النسيم الشرق ده. فالمهم بلخبطهم كده، بجيب الجردل ده عندي وبجيب الشكارة اللي هي الفل ديت وبلخبطهم كده وبعمل ايه، بعمل خلطة غسيل حلو قوي الفل دي. وهو بتساعد يعني الصراحة، هو بينضف. لو عندك صابون اللي هو غسيل اللي بنعمله وبشري صابونة معاه، بجد بجد بيبقى روعة. آه يا رب بقى كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، معلش رغيت معاكم كتير صدعتكم. يلا سيبكم في رعاية الله.